اخواتي اخواني، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما في قناه فاطمه. اذا الوصفه ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون عباره عن تشيز كيك بدون فرن بمكونات بسيطه ويصلح كفكره لاعياد الميلاد او المناسبات العائليه. اذا لهذا الغرض غادي نحتاجو 200 غرام من المارشميلو، غادي نحتاجو 200 غرام من الجبن. انا هنايا غنخدم بفيلادلفيا، ممكن تخدموا يعني باي نوع من الجبن ممكن متوفر لكم. غادي نحتاجو 200 غرام 200 ملل عفوا ديال الحليب، غنحتاجو معلقه كبيره من عصير الحامض، وغادي نحتاجو يعني كونفيتور اي يعني نوع كان متوفر عندكم ممكن لكم تخدموا به. بالنسبه لي انا هنايا عندي الفريز هو اللي غادي نخدم به. اذا بالنسبه للطريقه، فاول شيء تنديرو تناخذ واحد الاناء لاننا غنديروه من بعد فوق العافيه. غادي نديرو فيه المارشميلو، غادي نزيدو عليه 200 ملل من الحليب، وغادي نديروه على نار مهيله يعني حتى ينسجم، وغادي نوريكم الشكل ديالو كي تيكون. اذا هنايا كنديرو الخليط ديال المارشميلو مع الحليب من فوق نار جد مهيله، وغادي نتسناو عليهم انهم ينسجموا على ما كيذوب يعني المارشميلو. كنحاولوا نخلطوا باش يعني جميع الوحدات المارشميلو يوصلهم الحليب، وبالتالي يعني يسهل انهم يذوبوا. اذا هنايا كيبدا تيتطلق المارشميلو ديالنا، كيف ما كتشوفوا كيولي الشكل ديالو بحال هكذا، يعني مازال ما انسجم كامل مع الحليب. غادي نتسناو عليه انه ينسجم. اذا من بعد ما كينسجم المارشميلو بالكامل مع الحليب فهكذا كيولي الشكل ديالو، يعني كيكون عندنا فقاعات. ولكن من بعد ما غنطفيو عليه فالخليط غادي يهبط، ما غيبقاش على هذا الشكل هذا. غادي نطفيو عليه ونتسناو عليه يبرد واحد شويه، وغادي ندوزو نشوفوا التتمه ديال الوصفه ديال اليوم. اذا هنايا كناخذ الجبن ديالنا، يعني كنحاولوا نمزجوه حتى كيولي مطلوق بهذه الطريقه هذه. غادي ندوزو الان وغادي ناخذوا الخليط ديال المارشميلو والحليب وغادي نضيفوه على 3 ديال المراحل. اذا غنضيف الجزء الاول، غنحاول نخلط، نحاول ناخذ الطراب. كينسجمنا الجزء الاول جيدا يعني مع الجبن ديالنا، وعاد كندوزو نضيفو الجزء الثاني. هنايا غادي نضيف الجزء الثاني. ثم الجزء الثالث. اذا هنايا من بعد ما خلطنا المارشميلو يعني والحليب مع الجبن، كندوزو هنايا كناخذ واحد الاناء كنديرو فيه شويه ديال الثلج، او الا كان عندنا الماء جامد ديجا واجد. هنايا من بعد ما كنكونوا درنا هنايا الماء يكون عندنا جامد، كناخذوا الاناء ديالنا اللي فيه الخليط ديال المارشميلو والحليب والجبن، كنزيدوا عليه هنايا يعني ملعقه كبيره ديال العصير الحامض، وكنستمروا في التخلاط حتى كنلاحظوا بانه الخليط ديالنا بدا كيتقل. الشكل ديال الخليط ديالي كيولي يعني 20 دقيقه تقريبا وانا كنحرك في الخليط يعني ديال المارشميلو والحليب والجبن، كيولي يعني على هذا الشكل هذا كيولي ثقيل. غادي ندوزو دابا وغادي نديرو في المول ديالنا. اذا هنايا من بعد ما كناخذ واحد المول، يعني تقدروا تخدموا باي مول بغيتو، يعني مستطيل او لا دائري. بالنسبه لي انا هنا غنخدم بشكل يعني مستطيل. كنوضعوا النصف ديال الخليط ديالنا يعني في الاسفل ديال المول. من بعد ما كنكونوا غلفناه
بابي اليمونتير اولا يعني ببلاستيك صحي. وكندير هنايا بالنسبه لي اختاريت نخدم بالكونفيتور ديال الفريز. نتوما تقدروا تخدموا باي شكل كان عندكم، يعني كندير واحد العمود بهذه الطريقه هذه، وكندوز كنضيف النصف الاخر ديال الخليط ديالي، يعني نوزعو بطريقه متساويه. بهذه الطريقه هذه ثم كنحاولوا نقادو، يعني نقادو السطح ديالو. اذا هنا من بعد ما قدينا السطح ديال التشيز كيك ديالنا غادي ندوزو وغندخلوه للثلاجه وغنخليوه يجمد لمده ساعتين، ونتلاقاو باش نشوفوا كيجي الشكل النهائي ديالو. اذا من بعد ما كيوجد التشيز كيك ديالنا كي كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالو. من بعد ما كنجبدوه من الثلاجه كنزينوه على يعني حسب الرغبه وكنقدموه. غادي نقطع انا هنايا واحد الطريف باش يبان لكم كي تيجي الشكل ديالو من الداخل، كيكون متماسك لان داك المارشميلو كيجمد. نحاول نوريكم، فوالا هكذا تيكون. نتمنى انه يبان لكم من الداخل كي كتشوفوا داك المربى اللي تنكونوا درناه فتيجي من الداخل، يعني عطي واحد المنظر مزيان. اذا كانت هذه هي الوصفه ديال اليوم، نتمنى انها تكون عجباتكم وانكم تجربوها تخليو لي الراي ديالكم في التعاليق. وما تنساوش كذلك الضغط على زر الاعجاب وتشاركوا الوصفه مع الاصدقاء ديالكم، وكذلك تابعونا في لاشين باش توصلوا بكل جديد. كانت هذه الوصفه ديال اليوم، الى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله.